ما يخافش من الحسد الا ضعيف الايمان، واحد ايمانه ضعيف، واحد الحسد في قلبه اقوى من قدره وقوه ربنا على الحفظ، فمسيطر على كل افكاره. واصلا الحسد حاجه والعين حاجه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان يردك بخير فلا رد لفضله. ربنا عايز لك خير، والله لو مين، والله لو ايه، ما حد يعرف يمنعه. تمام كده. ربنا اذن لك تبقى مليونير مثلا، لا تقول لي بقى حاسد ولا ساحر ولا ايا كان، والله لو حاولوا وعملوا ما هيعرفوا يمنعوا عنك. تمام كده. يعني ايه حسد ويعني ايه عين؟ الحسد ده عمل قلبي، انت بتتمنى زوال نعمه من عند حد، واحد معاه فلوس بقى، واحد معاه اولاد، واحد معاه منصب، عايزه تزول من عنده، مش عايزه تبقى معاه. ما تفهمش ليه. واصلا الحسد ده من الكبائر. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. انت عمال بتطاير في حسناتك كلها. فاللي بيحسد ده وبيتمنى زوال النعمه من عند حد، انت حرفيا مودي نفسك في داهيه. وهي كده كده مش هتزول من عنده، لان ربنا طالما رادها، طالما ربنا راد بهذا الشيء، مفيش قوه ولا حد في الكون هيعرف يمنعه. تمام كده. فانت كده انت بتتحدى قدره واراده ربنا، انت معرض ان انت ينزل عليك غضب ربنا. واصلا دي من الكبائر، ودي اصلا لو بيحبك هيبتليك هيعاقبك. طب العين، العين دي حاجه تانية خالص. والغريب في الموضوع ان هي ما اتذكرتش في القران غير مره واحده بس. وما اتذكرتش ان هي شديده الخطوره للدرجه دي. هي اتذكرت في الاحاديث فقط. انما اللي اتذكر في القران وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. وربنا ما قالناش في القران ان هي عملت حاجه يعني. في ناس بس ما عملتش حاجه. طب هل العين موجوده؟ القران ما قالناش اي حاجه عنها. ويوم ما اتذكرت ما اتقالش ان هي شديده الخطوره ولا ان هي خطر ولا ان هي بتعمل اي حاجه اصلا. حتى المعوذاتين بيقول لك من شر حاسد اذا حسد، مش من شر الحسد نفسه، من شر الحاسد. لان هنفهم دلوقتي ان ده اللي هيحاول يمكر ويحاول يأذيك ده عمل قلبي. انما في الاحاديث لا اتذكرت، واتذكرت ان هي موجوده. طب هل الحوت موجود؟ موجود. طب هل البرق موجود؟ موجود. هل الشيطان موجود؟ موجود. اخاف منه؟ لا. ربنا راح قايل لك فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. ما تخافش من حد، خاف مني انا بس. طب ازاي يا رب ما اخافش منهم مع ان هم شديدين الخطوره للدرجه دي؟ راح ربنا قايل لك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ده انا اللي مسلطهم عليك. خايف منهم هم؟ طب ليه يا رب مسلطهم عليا؟ هنتكلم عنها دلوقتي. ولكن في نقطه ربنا قال لنا في القران واما بنعمه ربك فحدث. وفي تفسيرين للايه دي. في تفسير بيقول لك حدث اللي هو جدد، يعني ربنا اداك نعمه مثلا جدد بقى، هات هدوم، مظهر نعمه ربنا عليك يعني. اللي خايف من الحسد مستحيل يعمل كده، هيلبس اوحش حاجه عنده، مش هيظهر اي حاجه. صح. ربنا بيقول لك جدد، وده يقول لك لا انا خايف. التفسير الثاني بيستند بحديث لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. حديث بيقول والتحدث بنعمه الله شكر وتركها كفر. ربنا اداك نعمه اتكلم عنها، اذكرها للناس واظهرها عليك، وعرف الناس انت عملت ايه عشان ربنا اداك النعمه دي، عشان يعملوا زيك. تمام كده. فاللي بيخاف من الحسد ده اصلا بيخبي وفاكر ان الحسد بقى لا احسن اتحسد مش عارف ايه وخايف وده اصلا كده وقعت في الشرك، الشرك الاصغر. انت كده فاكر ان الحسد ده بينفع وبيضر. ربنا بيقول لك انا الوحيد النافع والضار. تيجي تساله عن حاجه اللي بيخاف من الحسد برضه يكذب. والكذب ده من الكبائر. ومش انت يعني خايف من الناس ومش خايف من ربنا، عملت اكبر الكبائر. ربنا اصلا بيقول لك انا النافع والضار، ما حدش هيعرف ينفعك ولا يضرك الا انا. فده ايمانه ضعيف، يكاد يكون ما عندوش ايمان اصلا، لدرجه ان هو خايف من الناس مش خايف من ربنا، وخايف من الحسد ومش خايف من ربنا. عنده الحسد اقوى من قدره وقوه ربنا على الحفظ، ومش فاهم الصوره صح. فهو حرفيا عايش في عذاب ومضيع نفسه يعني. ازاي ربنا اللي مسلطهم عليا؟ انا عموما اتكلمت عن الموضوع ده بتفصيل اكتر في فيديو اسمه الكبائر، اتمنى لو ما شفتوش تشوفه، فيديو مهم جدا. هي عموما لو عملت اي حاجه من الكبائر وربنا بيحبك بيتسلط عليك عقاب ايا كان ايه هو. برق مثلا، اشمعنى البرق ساب الدنيا كلها واختار ده؟ عمل ايه ده؟ ولا اشمعنى ده؟ هل صدفه؟ لا مفيش صدف. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. مفيش ورقة شجر حتى بتقع إلا وربنا عارف هي وقع إمتى وهتقع إمتى وهتقع فين. عارف كل حاجة. مفيش حاجة صدف. طب يا ترى برضو ربنا مسلط عليها؟ هتفهم كل حاجة في فيديو الكبائر، لأن عايز كلام كتير قوي. هي بسبب ذنوب وتكفير للذنوب وحاجات زي كده. اللي اتسلط عليه ساحر ده اللي هيرجعه، يخليه يوقف الذنب من اللي بيعمله من الكبائر ده ويلجأ لله بقى. واللي اتسلط عليه حاسد ده اللي هيرجعه. اتسلط عليه مشاكل في الفلوس ده اللي هيرجعه. كل واحد على قدر احتماله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا اخوات سيدنا يوسف. طيب اخوات سيدنا يوسف لما حسدوا سيدنا يوسف ان سيدنا يعقوب بيحبه اكتر منهم، هل لما حسدوه وقع في البير لوحده؟ لا. هل لما حسدوه بقى وادوا له عين والكلام ده هل وقع في البير لوحده ولا مات ولا حصل له حاجه؟ لا. طب ايه بقى؟ لا، الحسد ده عمل قلبي حركهم. اشمعنى هو مش عارف إيه؟ يلا نأذيه، نحاول نأذيه مش عارف ايه. الشيطان نزل لهم بقى زي الشيطان كده ما حسد سيدنا ادم زمان. اشمعنى هو ده؟ انا احسن منه ومش عارف ايه وهكذا. وخرج من الجنه بسببها. اخوات سيدنا يوسف لما حسدوه بداوا يكيدوا له بقى.
لا ازاي بقى نخلص منه بقى ونخلي ابونا سيدنا يعقوب يحبنا اكتر بقى ومش عارف ايه. كيد. ده حركهم ان هم يحاولوا يكيدوا له ويحاولوا يؤذوه. حتى في القران اتذكرت لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. مش هيموتوك من الحسد، مش هيموتوك بسبب الحسد، مش هيموتوك بسبب العين، لا لا لا، هيكيدوا لك كيدا. هم اصلا دلوقتي بيحسدوك. حصل لك حاجه؟ لا ما حصليش حاجه. هم اصلا ادوا لك عين زي ما بيتقال كده. حصل لك حاجه؟ لا ما حصليش اي حاجه. يكيدوا لك كيدا. وفي الاخر راحوا عايزين يعملوا فيه كذا، بعد كده قال لك لا هنرميه في البير مش عارف ايه. في الاخر عرفنا ان كل دي حكمه واتكلمنا عنها قبل كده، وان هي خير وما كانوش يعرفوا يعملوا الا لو ربنا اذن لهم، وان ده خير لسيدنا يوسف، وربنا بيهيئه ان هو ينقذ الارض كلها من الجوع والموت ساعتها. فده كان طلعت خير اصلا لسيدنا يوسف مش شر. تمام. يعني انا ما اخافش من الحسد تاني. انت تخاف لو عملت اي حاجه من الكبائر من ربنا مش من الحسد. انت حرفيا معرض للعقاب في اي لحظه لو ما تبتش من الذنب ده بسرعه. لو ربنا بيحبك وعايز يدخلك الجنه، خد بالك في ناس ربنا بيسيبهم بل بيزودهم فلوس، يعمل كبائر يزوده، خد مش عايزينك. انما نملي لهم. انت واخد بالك؟ بينزل عليه بلاء بعد ما بيعمل اصلا الكبائر. اعرف ان ربنا بيحبك وان انت غالي عند ربنا، وبيقولك ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ انت مش عارف ان ذنب واحد من الكبائر كفيل ان هو يدخلك النار، فانا برجعك بجيب لك عقاب. حتى سيدنا النبي قال في حديث اي حاجه بتحصل لك وحشه هي كفاره للذنوب، ولو اصلا انت لو اجتنبت الكبائر ربنا هيسامحك عن الصغائر وهيمتعك متاعا حسنا. فانت ربنا اللي انت بتعمله في نفسك ده، انت عايز تخش النار ليه؟ ربنا رحيم بعباده، ولكن في قوانين محطوطه وماشيه على الكل، وربنا طالما سبحانه وتعالى حط القانون بيتعمل. طالما قال الكلمه هيعملها. ربنا وعده حق وكلمته حق وسد، ما فيهاش نقاش ولا اجرب. لا 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 لا. اللي ما بيحبوش لا ده بيزودوا فلوس ويزودوا عيال ومش عارف ايه وبتاع. كمل كمل، انت بتعمل كبائر كمل اعمل كبائر اكتر. تعالى. حتى الشيطان يوم ما حسد وعمل حاجه من الكبائر، ويوم ما تكبر وعمل حاجه من الكبائر برضه، كان ممكن ربنا يخلص عليه في ساعتها. سهله يعني. قال له لا سيبني شويه، ده هو مش فاهم حاجه. انت كنت هتتعذب على ذنبين، دلوقتي هتتعذب على شوف كام ذنب بقى. انت واخد بالك؟ حتى اللي ربنا ما بيحبهمش دول مره واحده تلاقيه يعدهم كل حاجه، هم مبسوطين بقى ومش عارف ايه وبتاع، وفاكرين ان هم صح. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. الشيطان مهيأ لهم ان هم كده صح وان هم زي الفل ومش عارف ايه وبتاع. حتى في ايه في القران ربنا سبحانه وتعالى بيقول فسيقولون بل تحسدوننا. ربنا راح ردد عليهم قال لهم ايه؟ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. ده انتوا ما بتفهموش حاجه. يقول لك اللي حصل لنا ده بسبب الحسد. ربنا يقول لهم انتوا ما بتفهموش حاجه، ده بسبب ذنوبكم مش بسبب الحسد. انا اللي مسلطه عليك، انت مش فاهم. انا دلوقتي هسألك سؤال. انت دلوقتي عملت حاجه من الكبائر اللي ربنا قالك اوعى تعمل حاجه منهم، عشان اللي هيعمل اي واحده منهم بس هيخش النار الا لو عفوت عنه او تاب منها. فلو ربنا بيحبك ربنا عايزك ترجع، عايزك تبقى حسناتك اكتر من سيئاتك عشان تخش الجنه، لان ذنب واحد من الكبائر سيئاتك رجعت، سيئاتك بقت اكتر. دلوقتي انت عملت حاجه من الكبائر، ايه العقاب اللي جاي عليك ايا كان؟ في بقى ساحر يسلط عليك، ساحر يسلط عليك، حاسد يسلط عليك، حد ايا كان ولا ساحر ولا حاسد بقى يسلط عليك حد يضايقك، يسلط عليك يبقى عندك مشاكل في الفلوس، محتاج فلوس وعندك ضيق في الفلوس. حتى سيدنا النبي كان دايما يقول اللهم اني اعوذ بك من الفقر. النبي دايما بيستعيذ من الفقر. طيب اذا حاجه مش حلوه كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من البلاء. لو كان حاجه حلوه كان النبي دعا بيها وقالها تالي بقى. سيدنا عمر يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. انما بقى انهي عقاب اللي جالك ده على حسب مقدرتك. ربنا مش عايز يموتك، ربنا عايزك ترجع عن اللي انت بتعمله من الكبائر، تمام كده، عشان تخش الجنه، لان انت خالد في الاخره. يقول لك اللي انت بتعمله في نفسك ده، انا عايزك تخش الجنه وتدلع وتنبسط، وعايزك تدلع في الدنيا برضه، بس خلي حسناتك اكتر من سيئاتك. انا في قوانين حاططها، انت ليه ما تعبتش نفسك وقريت القران اللي انا منزله لك؟ طب ماذا لو برضه لسه في حد خايف من الحسد؟ طيب مش في نفس الاحاديث برضه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا اللي يقول اخر ايتين من سوره البقره تكفيه؟ اللي يصلي الفجر حاضر في جماعه، مش قالك في حمايه ربنا؟ مش قالك اللي يقرا المعوذتين برضه في تكفيه برضه؟ ده اشمعنى خدت دي وسبت دي؟ ومش ربنا قالك المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ مع ان انا اصلا بقولك ما تخافش منهم خالص، لان ربنا النافع والضار، وانت اصلا لو من المتقين انت ما تخافش عليك من اي حاجه. مش قال لك الاولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ده الاولياء دول اللي يحاول يعاديهم ولا اللي يحاول يعمل لهم حاجه ربنا اللي بيحاربه، يكره اليوم اللي اتولد فيه، ما يعرفش فيه ايه، تلاقي كل حاجه باظت عنده. انا عملت ايه؟ مش انت عاديت حد من الاولياء، وان واللي يعادي حد من الاولياء دي من الكبائر برضه. فانت برضه ابعد عن الكبائر خلاص، هتلاقي حياتك كلها زي الفل. يعني حتى في ايه كله بيفسرها غلط، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ يعني ربنا اللي أشاء لي بهذا الخير وبهذا الرزق وهيأ لي أسبابه ورزقني بيه من خزائنه ومن رزقه، لأن ربنا قال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون. ده ربنا اللي أذن لي بكده، عشان ما تنسبش الفضل لنفسك، ما تقولش ده بذكائي وبشطارتي وبشغلي. نسبت الفضل لنفسك زي ما قارون عمل. قارون ما كانش راضي يدفع الزكاه، سيدنا موسى قال له ده ربنا اللي رزقك بالرزق ده وكده، فقال له لا لا ده انما اوتيته على علم عندي، ده بشطارتي،
ده انا اللي عملت الفلوس دي. ربنا قال له انت اللي عملتها، طب هاتها. راح واخد منه كل حاجه. هاتهم تاني بقى، لو راجل هاتهم تاني، انا اللي مديهم لك من الخزنه، انت بتقول انت اللي جايبهم، هاتهم تاني. وخسف بيه وبداره الارض. ولحد يوم القيامه في حديث بيقول ان هو بيتخسف بيه الارض.